قول لي انت شفت مشاكل الزمالك في ماتش السوبر ايه؟ انا شفت الصراحه ان الزمالك فيه نقطه ضعف تاريخيه ومش هيتعالج منها، خوف في الجهاز الفني بتاعه من الجماهير. الزمالك لعب اول ماتش قدام بيراميدز باحسن تشكيل ممكن في الظروف المتاحه يلعب بيه. كان خط الوسط بتاعه ربيع وشحاته وناصر ماهر. لو كان لعب، وانا اهلاوي ومش باخد لقطه والله او حاجه، لو كان لعب بخط الوسط ده قدام الاهلي من بدايه الماتش لكان هيوجع الاهلي جامد، وكان هيبقى واقف ند قوي للاهلي. لكن لازما عبد الله السعيد عشان نقوله ده بوده اللي جبناه من الاهلي ويعلم على الاهلي، ورجعنا لشغل حوريني يا كيكه بتاع الزمالك وغير الكلام ده كله. وسبحان الله الجون الثاني جه في الاهلي لقطه ايقونيه، ومروان عطيه بيديها العواد كده، وعبد الله السعيد صورته عبد الله السعيد. منوره ورا مروان عطيه. لو كان بيلعب ربيع مثلا او حاجه كان ممكن يبقى مغطي مع مروان عطيه، كان ممكن بكل بساطه الزمالك اداؤه كان يبقى احسن من كده. لكن الزمالك هيتنيه في نفس الطبق